الولد كان لسه بيعزق في الأرض، وفجأة لقى كومة سبايك ذهب. الاكتشاف ده خلى أبوه ما كانش مصدق تماماً. علشان يتأكدوا إذا كان الولد محظوظ خلوه يقطع خشب، وكالعادة كل مرة الولد يشق فيها خشبة الفلوس كانت بتنزل من السماء. واتضح إن كل شغل يدوي الولد يعمله بيجيب ثروة كبيرة للعيلة، ولأنهم عايزين الولد يشتغل أكتر ويغتني خبوا السر ده عنه لمدة 20 سنة كاملة. وبعد عقدين العيلة بقت أغنى عيلة في العالم. لكن دلوقتي ما بقاش في شغل شاق يعمله في البيت. في اللحظة دي أخته اقترحت إنهم يبعتوه المدينة يشتغل شغلانة متعبة. الأب شاف إن الفكرة ممتازة ورتب فوراً إن ابنه يروح المدينة كعامل، وادعى إن العيلة فقيرة وأدى للولد آخر شوية فلوس من مدخراتهم. أول ما الشاب مشي العيلة وقفت تمثيل الفقر وجه أسطول رولز رويس ياخدهم. في الوقت نفسه الشاب لقى شغلانة بأجر قليل في فندق. وفي أول يوم لفت نظر بنت صاحب الفندق. أهلها كانوا عايزينه تتجوز راجل غني اسمه مستر تشين. علشان تهرب من الجوازة دي اتجوزت الشاب وسجلوا جوازهم في الحال. أهلها ما كانوش مصدقين إنها اتجوزت عامل فقير بدل الوريث الغني. قدام إصرار بنتهم ادوا للشاب فترة تجربة شهر، الشرط إنه يتحمل أي تعب أو إهانة من غير ما يشتكي. الشاب إن اللي متعود على الشغل الشاق خلص كل حاجة بإتقان، ومع كل تحدي يواجهه أرباح شركة عيلته كانت بتزيد أضعاف مضاعفة. أهله حسوا إنه لازم يكون بيعاني جدا وقرروا يدوروا عليه فوراً. وفي اللحظة اللي أهل مراته كانوا خلاص هيقبلوه مستر تشين جه في رولز رويس. كان بيكره الشاب علشان أخد خطيبته منه وفرض عليه يغسل عربيته تحت المطر الغزير. الشاب وافق من غير ما ينطق، لكن البنت ما قدرتش تستحمل وطلعت تجري تساعده. في اللحظة دي عيلة الشاب الحقيقية وصلت بموكب من العربيات الفاخرة، ولما شافوا ابنهم بيتبهدل تحت المطر اتقلبت وشوشهم وزعلوا جدا.